السلام عليكم. النهاردة هتكلم عن أقوى وأخطر قهوة في العالم، وهي قهوة الموت أو قهوة الرغبة في الموت. إيه السر ورا القهوة دي؟ وإيه اللي حصل لي بالظبط لما قعدت أسبوع كامل ما اشربش غير قهوة الموت؟ اتفرج على الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل حاجة جديدة وغريبة ومريبة عن القهوة. أنا أماني آدم ودي قناة قارئة الفنجان. Death Wish Coffee يعني قهوة الرغبة في الموت. طبعا أنا جبتها وشربتها لمدة أسبوع، شربتها مرة بالموكا بود ومرة بالفرنش بريس، مرة تانية شربتها بالبروفر بالكامكس. قهوة Death Wish Coffee عليها تحذير بيقول إنها أقوى قهوة في العالم، وقايل لك don't ask questions. قبل ما أقول لكم السر ورا أقوى قهوة في العالم، تعالوا نعرف الأول إيه اللي حصل لي لما شربت القهوة لمدة 7 أيام متواصلة. ولا اي حاجه، انا كأماني ما حصليش اي حاجه. ازاي يعني؟ وبس ده كان رد فعلي لما شربتها اول مره من غير حليب. بنتكلم على Death Wish Coffee لازم نستعمل المج ده. خلينا ندوق. مرة جدا. طفي سجاير. عارف لما يبقى صاروخ نيكوتين على كافيين دخل الهيبوكامبس اللي في المخ؟ استني حد عمل لي كده. حاسه المراره طالعه من وداني. طعمها زي شكل المج ده. صعب قوي. ندوقها بالحليب. طعمها بالحليب عادي مقبوله، بس هي شويه برضو مره. عشان نعرف ان ليه ما حصليش حاجه، هل لو اي حد تاني شربها هيحصل له حاجه ولا لا، محتاجين نعرف الاول هي ايه مكونات القهوه دي. ليه اشرب قهوه واتمنى الموت؟ تعال احكي لكم الحكايه. كان في شخص اسمه مايك براون، وده كان في العشرينات بيشتغل محاسب عادي جدا في امريكا. الشخص ده قرر ان هو يسيب الشغل لمده سنه ويعمل لنفسه اي سبوبه. قعد يلف في الكافيهات عشان تجيله فكره كافيه معينه، وقال لك نفتح كافيه. فتح كافيه، مكان كان عادي جدا وتقليدي وكان تقريبا بيخسر. تخيل ان مايك براون ده باع بيته عشان يصرف على الكافيه. فضل كده فتره لحد ما حد جه له الصبح وقال له انا عايز اقوى قهوه عندك. ومن هنا الفكره نورت في دماغه. بدأ يذاكر عن القهوة كويس جدا وعمل لنفسه بلند مختلف. خلط الروبستا مع الارابيكا. طبعا زي ما احنا عارفين ان اغلب انواع القهوه اللي بتتباع في السوق بتبقى 100% ارابيكا، لان الروبستا نسبه الكافيين اللي موجوده فيها اعلى بكتير من الكافيين اللي موجوده في الارابيكا. وميزات القهوه دي ان هي من اجود انواع القهوه، هي اورجانيك، عباره عن خليط من الروبستا مع الارابيكا، متحمصه بطريقه معينه هي دارك روست، يعني تحميصتها غامقه. فكره الاسم بتاع ديث ويش كافي جات له عن طريق صاحبته، كانت جايبه له سوفينير عليه جمجمه وكان مكتوب عليه ديث ويش، ربنا يسامحها صاحبته. قال لك بس القهوه هيبقى اسمها ديث ويش كوفي، رغم ان الشركه نفسها ما اعلنتش عن كميه الكافيين اللي موجوده. في بعض المعامل حللت القهوه دي ولقوا ان ال8 اونس من كوبايه القهوه اللي هي تقريبا الحجم ده من الكوبايه كافئ 3 كوبايات قهوه من اي نوع قهوه عاديه. طبعا انا ما حصليش حاجه لما شربت القهوه، لان انا جسمي متعود على الكافيين واوريدي بشرب 3 ل 4 كوبايات، فانا بالنسبه لي ما كانش فيه مشكله. وهو فنجان واحد مش هيعمل لك اي مشكله في اليوم. هو شخصيا بيفضل ان هو يشربها بالبور اوفر، بيعملها بالكامكس، وبيشرب فنجان واحد الصبح بس. لو حد تاني بقى مش متعود انه يشرب كميه القهوه الكتير دي ويشربها، ممكن يجيله صداع، ضربات قلبه تزيد شويه، مفيش داعي يشربها، يشرب اي نوع تاني. خلاصه الكلام ان انت لو عندك فضول ان انت تجربها، فانا اول حاجه انصحك ان انت تاخد فنجان واحد بس، وطبعا تحط عليها حليب وسكر كريمه وكراميل وشوكولاته، واكتب وصيتك قبل ما تشربها. بهزر طبعا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى انه يكون عجبكم وخوفكم. ما تجيبش ديث ويش كوفي، مش مستاهله خالص حد يشرب قهوه عليها المنظر ده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل حاجه جديده عن القهوه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.